تخيل إن في قضية الشاهد فيها كان شبح، والمحكمة والمدعي العام صدقوا كلامه، والقضية اتحسمت على شهادته. اشترك في القناة واضغط لايك وصلى على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. في ولاية فيرجينيا الغربية كان في حداد اسمه إيراثموس. مراته زونا كانت حامل ومحدش يعرف. وفي يوم بعت الصبي بتاعه البيت علشان يطمن عليها. طلع للسلم لقاها مرمية على الأرض بإيدين مضمومين على صدرها. جري يصرخ وجابوا الدكتور كشف عليها وقال وقعت من على السلم وجالها نزيف وماتت. الجنازة اتعملت والناس كلها كانت مصدقة إلا شخص واحد، أمها ماري جين. من يوم ما اتدفنت الأم اتجننت حرفياً، ماشية في الشارع تكلم نفسها وفضلت ماشية زي الجندي. رايحة على مكتب المدعي العام، دخلت قالت له بنتي جاتلي الشبح بتاعها بنفسه وفضحت كل حاجة، وقالت لي إيراثموس قتلها ولف رقبتها بإيده. المدعي العام اتصدم بس بدأ يشك. فتحوا القبر، طلعوا الجثة، وأول ما كشفوا الرقبة لقوها مكسورة فعلا زي ما الأم قالت بالظبط. وفي سابقة حصلت مرة واحدة المحكمة أخدت بشهادة شبح واتحكم على القاتل من كلام مراته الميتة. تفتكر دي حقيقة ولا أسطورة؟ قول لنا في التعليقات.